بتسأل دايماً عن الفرق بين القيمة الذاتية والثقة بالنفس. الناس زي ما بنقول في مصر مدخلة زيت في عبيد، فاكرين إن الثقة بالنفس معناها إن أنا أشعر نفسي. خالص يا فندم، القيمة الذاتية يعني أنا شاعر إن أنا قيمة في الدنيا دي بلا أدنى إنجاز. إنما الثقة بالنفس معناها إن أنا شاعر إن عندي القدرة إني أقدر أعمل حاجة. الفرق بين الاتنين كبير جداً. أرجوكوا ارجعوا لغرزة مشاعر، البرنامج الإذاعي، الحلقة الأولى للقيمة الذاتية والحلقة الثالثة للثقة بالنفس من الموسم الثالث. هتعرفوا الفرق ما بين الاتنين بسيط وسهل. الدنيا زي الكون كله مخلوق زي مكنة كبيرة قوي، وإحنا تروس صغيرة. الفرق بين الاتنين إن ربنا سبحانه وتعالى لما قرر إن هو سبحانه يخلقني عشان ليا قيمة، مش ليا دور وأقدر أقوم بيه، هو ده الثقة بالنفس. لكن ليا قيمة في خلق ربنا ليا، ولقد كرمنا بني آدم. يبقى أنا مكرمة وليا قيمة وثقل، وليا لازمة في الكون ده أني أبقى مجرد وجودي، لكن علشان يبقى لي قدرة، هي دي الثقة بالنفس.